السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بفيديو جديد ووصفه جديده. لو انت اول مره بتشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي فيها او تفعلي علامه الجرس وتعملي لايك للفيديو. بصوا بقى يا جماعه، النهارده هنفصل كده لحمه وفراخ والكلام دوت كله هنفصله، وهنعمل مع بعض سمك. هعمل لكم سمك يا جماعه بطريقه تحفه بجد، وهنقدم جنبه سلطه وجرجير وطحينه، وهنحط كمان وهنعمل الرز الصياديه، وهوريكم ازاي انا بعمله. اول حاجه انا بجيب ميه وبحط فيها عصره ليمونه كده، وبحط بقى فيها السمك بكون مقشراه ومنضفاه كويس جدا، وبنزل بقى بالسمك بتاعي في الميه دي اهو، وبزود كده عليه ميه وبسيبه في الميه دي، وبحط عليه شرايح ليمون وبسيبه بقى في الميه دي بتاع ساعتين 3 كده، تمام، علشان بس ما يبقاش فيه زفاره. وهاجي هنا هيكون عندي حبة خل على حبة بقدونس، على طبق فيه فلفل حراق وفلفل بارد وطماطم وليمون، وهيكون عندي توم، وكمان هنا هيكون عندي بهارات اللي هو بهارات السمك وكزبرة وكمون وبابريكا وملح، وحبة كركم. وبعد كده بقى بنزل بالحاجات ديت في الكبة بتاعتي. ممكن برضو تحطيها في الخلاط عادي، يعني مش هيبقى فيها اي حاجة. حطيت هنا معلقة هريسة شطة، لو انت حابة ان السمك يبقى سبايسي حطي هريسة شطة، لو مش حابة بقى دي اختيار يعني. ضربت الخلطة دي كلها في الكبة، فطلعت معايا كده من غير مية، تمام. هنا خلاص كنت خرجت السمك من المية وصفيته حلو قوي، وبعد كده بقى هجيب بقى هنا امسك بقى السمكية كده، وابتدي ان انا اعمل لها فتحات كده في جسمها صغيرة كده، فتحات شرايح يعني، نفس الفتحات اللي عملتها على العجلة هعملها على القلب، تمام. وهبتدي بقى هنا احط بقى التتبيله اللي انا عملتها اهي، هحاول بقى ادخل في الفتحات اللي انا عملتها كده اهي، وفي النغشوش برضو بتاع السمكه، وهحط حبه كده في بطنها بالشكل ده كده. خلاص خلصتها تتبيله. تعالوا بقى نشوف هنا هنعمل ايه. هنا جبت 4 بصلات كبار مقشراهم، وجبت حله حطيت فيها حبه زيت كده حلوين، وهنزل فيها بمعلقه توم مفروم، وهبتدي ان انا اشوح فيها كده بالشكل دوت لغايه ما ريحتها تطلع. بعد كده بقى هنزل بالبصل اللي انا وريتهولكم في الاول، فرمته في الكبه اهو، وهبتدي بقى اشوح فيه لغايه ما ياخد اللون الاصفر الحلو الدبلان دوت، واحط بقى عليه نص معلقه سكر كده صغيره، علشان السكر بيساعد على البصل انه يتكرمل بسرعه، تمام. شايفين البصل يا جماعه بقى لونه عامل ازاي من السكر؟ بجد ريحته تحفه جدا. هنا بقى حطيت حبة كزبرة وحبة كمون وحبة ملح، تبلتها يعني. وهنزل هنا بالرز بتاعي، عندي نص كيلو رز مغسول، هبتدي اقلب كده. بعد كده بقى احط عليه كمية المية بتاعته. يا جماعة انا لو عاملة مثلا 3 كوبايات رز بحط 3 مية، لو عاملة 4 بحط 4 مية، تمام، لان الرز البلدي دوت ما بيستحملش سوا. انا حبيت اضيف حبة بهارات سمك كده بحيث ان هي ايه تديها طعم. يا جماعة اغلبية يعني هي اصلا في الاساس بهارات السمك بتبقى كمون وكزبرة وتوم باودر او توم مجفف ومطحون. بس كده بقى سبت الرز يتشرب، وهنا بقى هاجي بقى علشان اعمل
معاكم شيبس البطاطس. احنا هنقدم جنب السمك دوت بطاطس شيبس، بس اكيد مش هشتري يعني وهحط في طبق وكده، لا احنا هنعملها مع بعض بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها معايا دي اهي. شايفين؟ هنا هحط كميه زيت حلوه جدا كده في الطاسه عشان هبتدي احمر البطاطس، وبعد كده هقلي السمك. انا ما حطيتش يا جماعه اي حاجه على البطاطس الا ان انا قشرتها وقطعتها شرايح، وبعد كده جبتها على الزيت على طول. خلاص كده، اول كده ما خدت اللون دوت ببتدي ان انا اشيلها من الزيت. اهي شايفين؟ طبعا ما تختلفش حاجه عن بتاعه بره، الا انها مقليه في زيت نضيف وطعمها يا جماعه تحفه. هنا جبت دقيق حطيت عليه نشا، النشا ده هيخلي السمك مقرمش يا جماعه. حطيت عليه برضو بهارات سمك وملح وكمون وكزبره، وبدأت ان انا اقلبه كده بالشكل دوت. وهاخد بقى السمك وهحاول ان انا اتبله في الدقيق بالنشا ده، واهو هطلعه كده وهركن بقى، يعني اتبل واحط جنبي لغايه ما اخلص الكميه كلها. نفس زيت البطاطس سخن طبعا جدا، فنزلت بالسمك على طول كده. اهو اول ما بياخد لون على الجنب التاني بروح قلباه. بطلعه طبعا على اي شبكة عندي او مصفاية يصفي بس الزيت بتاعه اهو. هنا خلاص بقى كده خلصت يا جماعة الاكل، وهنقدم بقى مع بعض اهو بالشكل دوت. والرز برضو طفيت عليه وكان اتشرب وطفيت عليه برضو، وهبتدي ان انا ايه دلوقتي اغرف. كنت عايزه اسيب لكم الفيديو كده علشان تسمعوا صوت القرمشه بتاعت السمك، بجد تحفه يا جماعه. هنا بقى نعمل سلطه الطحينه، وهنعمل كمان سلطه الطماطم يعني سلطه حمراء. انا جبت هنا طحينه حطيت عليها ميه وخل، وبديت ان انا اضربها كده بالمضرب واحده واحده اهي. اهي يا جماعه انا طبعا عايزاها بالثوم كده، عايزاها تبقى تقيله. حطيت عليها توم، بما ان شغل النهارده كله توم كده، نعمل بقى الطحينه بالثوم. حطيت عليها ليمون عشان تديها ريحه وطعم كده، وحطيت نقطتين زيت وحبه ملح. لو حابه تحطي شطه حطي. هنا صبيتها بقى في طبق، واحط كده على الوش كده حبه شبت، ودوت الرز اهو عرفته وحطيته في الطبق ده. قدمت جرجير وكمان عملت طبق سلطه. ده الشيبسي والطحينه، وهنحط دلوقتي بقى السمك. بس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو